بذل أدعياء الليبرالية في السعودية جهدا كبيرا في محاولة إظهار المرأة السعودية كمضطهدة ومستعبدة، وأن المرأة الغربية تعيش الحياة الرائعة الكاملة، محاولين من وراء ذلك فرض الاختلاط في المجتمع. فتعالوا لنستعرض شيئا بسيطا من الواقع الذي يريدون أن تعيشه المرأة السعودية. اختلطت المرأة بالرجل في المجتمعات الغربية التي يصورها هؤلاء كمجتمعات مثالية، فماذا كانت النتيجة؟ في الولايات المتحدة 90% من الموظفات تعرضن للتحرش الجنسي بأماكن العمل، فيما أكدت دراسة لوزارة الدفاع الأمريكية أن 78% من النساء في القوات المسلحة تعرضن للتحرش الجنسي من قبل الموظفين العسكريين، ناهيك عن أن 683 ألف امرأة أمريكية تعرضن للاغتصاب سنويا، أي بمعدل 78 امرأة في الساعة. وهذه الكوارث اضطرت الكليات الأمريكية إلى أن تنفق ملايين الدولارات للتعامل مع مشاكل الاختلاط. أما إذا أردت أن تعرف حال المرأة في بريطانيا، فيكفي أن نذكر بأن عدد المواليد الغير الشرعيين فيها أكثر من المواليد الشرعيين. الغرب تفنن في جر النساء إلى أعمال مخزية ومهينة، نافسوا فيها صور العبودية القديمة، فقد أصبح استغلال أجساد النساء في شتى صور الإباحية صناعة عظيمة في الغرب، فهي تجلب 12 مليار دولار سنويا في أمريكا وحدها. فماذا يريد أدعياء الليبرالية في المملكة من وراء فرض الاختلاط؟ كثيرات يشتكين من أن كثيرين منهم ربما يريد أن ينام معها، يريد أن يصاحبها، يريد أن يصادقها، ولكنه